أول تعليق رسمي من المدرب العراقي راضي شنيشل وحتى كمان قائد منتخب العراق اللاعب أيمن حسين على المباراة المرتقبة غدا بإذن الله أمام المنتخب المغربي. حرفيا قلقانين وخايفين ومرعوبين من اسم المنتخب المغربي ومن المباراة الكبيرة، لأن انتوا عارفين أن منتخب المغرب دايما في المباريات الكبيرة بيظهر. واسألوا أسبانيا واسألوا البرتغال واسألوا المنتخب البلجيكي. اما بقى بالنسبه لايمن حسين قائد المنتخب العراقي فبيحاول ان هو يطمن لاعبيه وبيؤكد ان لاعيبه المنتخب المغربي افضل مننا 100 مره. تعال نشوف الكلام دوت بعينك واقرا معايا عزيزي المشاهد. مثلا صفحه زي صفحه ماروكان كوره كتبت ان ايمن حسين لاعب المنتخب العراقي قال لك فزنا على اوكرانيا ولن نضيع التاهل ضد المنتخب المغربي. فعلا منتخب المغرب منتخب قوي وكأسماء هم أقوى منا، لكن سنقدم الكل في الكل غدا أمام المغرب وأعد جماهيرنا بالتأهل بإذن الله. يعني هم معترفين بالفعل المنتخب المغربي كأسماء أقوى منا، وبالفعل منتخب المغرب اسم كبير ويعني يعتبر من أقوى المنتخبات اللي في المجموعة اللي هزم الأرجنتين اللي من المفترض أن هي مرشحة تفوز باللقب. وبالتالي منتخب المغرب ده كان تصريح اللاعب العراقي أيمن حسين، اللي بالمناسبة أيمن حسين لعب مباراتين سجل هدفين. هداف البطولة هو اللاعب المغربي سفيان رحيمي من مباراتين فقط سجل 3 أهداف في نسبة عالية جدا، نسبة تهديفية محترمة الحقيقة لسفيان رحيمي. طيب ده بالنسبة لتعليق أيمن حسين. أما بقى عزيزي المشاهد بالنسبة لمدرب المنتخب العراقي برضو قبل ما يقابل المنتخب المغربي قعد كده مع لاعبيه وبدأ يكلمه، وديت نقلة من صفحة عراقية اسمها معرض الكرة العراقية. كتبت مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل قال لك بعد مباراة الأرجنتين وبعد ما خسروا بنتيجة كبيرة 3-1 قال لك قدم لاعبونا مباراة جيدة أمام الأرجنتين، لكن تفاوت المستوى الفني شكل الفارق بين الفريقين وأنا راضي عن مستوى فريقنا. قلت للاعبين علينا التركيز أمام منتخب المغرب لأنها إما أن نذهب للدور الثاني أو نخرج بخفي حنين. المغرب فريق محترم ومن خلال تحليلي هم والأرجنتين قريبين من بعض في المستوى الفني، وأتمنى صعود منتخبين عربيين للدور الثاني. أكيد قصده على منتخب العراق والمنتخب المغربي. يعني برضو اعتراف قوي من مدرب المنتخب العراقي قال لك من تحليلي للمنتخب المغربي قريبين جدا جدا في الأداء والمستوى من المنتخب الأرجنتيني. وما شاء الله المنتخب المغربي فاز على الأرجنتين على فكرة. وبالتالي منتخب المغرب مباراته قوية جدا جدا بكرة أمام منتخب العراق. أنا بشوف منتخب العراق من المنتخبات القوية واللي قدمت بطولة محترمة. منتخب المغرب عزيزي المشاهد يعني أؤكد لك كلنا شفنا المباراة كان قادر وبالثلاثة إن هو يفوز على المنتخب الأوكراني، ولكن حصلت حاجة غريبة جدا جدا. الهدف جاء كده فجأة وبالتالي المنتخب المغربي اتعرض للخسارة، ولكن كان يقدر ان هو يفوز على الارجنتين ويفوز على اوكرانيا ويكون متأهل ويواجه المنتخب العراقي بأريحية شوية. ولكن علشان المجموعة تكون مشتعلة